بيجي لي اسئله كتير جدا، يا دكتور هشام علاج الشخير ايه؟ عشان كده الحقيقه عملنا لكم مجموعه حلقات كلها بتتكلم عن الطرق المختلفه لعلاج الشخير، سواء كانت بجراحه، والجراحه سواء كانت جراحه بالتخدير الموضعي او التخدير الكلي، وكمان طرق علاج اخرى زي مثلا لو واحد عنده سمين ووزنه زايد بيقلل وزنه سواء بعمليه او سواء بتكميم او سواء بادويه، كمان لو استخدام الجهاز اللي احنا بنسمع عنه اللي هو السيباب، وكمان لو ما فيش علاج خالص مثلا ادويه. النهارده الحقيقه معانا حاله، معانا احمد الحقيقه شاب زي ما حضراتكم شايفين، يعني طالع منه زي ما بيقولوا كده لو ربع الحاجات دي اكيد كانت اتحسن. احمد عنده 20 سنه، بيشتكي من حقيقه مجموعه حاجات كتير قوي، بيشتكي من شخير اساسا طبعا، بيشتكي من كتمه نفس، بيشتكي من صوت عامل له مشكله مع اصحابه في المدرسه، بيشتكي بقله سمع، بيشتكي بكتمه نفس، بيشتكي ببلغم، بيشتكي بريحه وحشه، حاجات كتير جدا الحقيقه. احمد جالي طبعا وكالعاده عملنا له فحوصات الشخير، وشفنا قد ايه السده بتاعه مناخيره كانت بسبب وجود حاجز انفي. كمان كان عنده مشكله في اللوز، وطبعا عملنا له فحوصات السمع، لقينا عنده مشكله ان هي عنده ميه او ارتشاح ميه خلف الطبله. عملنا له الفحوصات وعملنا له العمليه. العمليه كانت عباره عن ايه؟ العمليه كانت عباره عن تقويم للحاجز الانفي، واستئصال للوز، واستئصال لجزء من اللهاه، واستئصال لجزء من السقف لسقف الحلق او تجميل في سقف الحلق، مع تركيب انابيب في الودان. زي ما حضراتكم شايفين قد ايه الغضاريف اللي طلعت من الحاجز الانفي، قد ايه اللوز واللحميه واللهاه وسقف الحلق كانوا موجودين. الحقيقه احمد بعد العمليه بيقول ان هو اتحسن، او انا بقول لكم ان هو اتحسن، لكن زي ما انا بقول دايما ان التحسن المريض اوعى تسمعه من الطبيب ابدا. عايز تسمع التحسن بتاع المريض تسمعه من المريض نفسه مش من الطبيب. عشان كده احنا هنروح ونشوف احمد رايه ايه في العمليه بعد ما اتعملت، ونرجع لكم مره تاني. اهلا يا احمد، ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا احمد؟ 20. بتشتكي من ايه؟ رشحه على طول، صداع، عطس من اوقات لاوقات، وداني تقيله شويه. تمام. انت صوتك كده طبيعي يا احمد؟ صوت طبيعي كده، بس في شويه كتمه يعني في الحروف الميم والنون. لا انت كده صوتك كده طبيعي يا احمد؟ هو كده بطبيعته. لا مش انا فاهم ان هو ده صوتك، لكن انت حاسس ان هو ده صوتك كده كويس؟ لا. ماله بقى صوتك؟ انت بتشتكي مضايقك صوتك في ايه؟ في الحروف لما باجي بتكلم بحس ان صوتي مكتوم. مكتوم؟ في انهي حروف؟ الميم والنون. الميم والنون. وده مضايقك في ايه؟ ده مضايقني يعني بالنسبه لزمايلي وكده والناس، ببقى قاعد محرج ما بقدرش اتكلم كتير. ما بقدرش يعني، ساعات بحس ان انا في حرف الميم والنون ده ما بحبش اجيب صوته خالص. بتتخنق بالليل؟ على طول الرشحه برضه مستمر وسط الناس، ما بقدرش يعني على طول. فيش خير وانت نايم بالليل؟ فيش خير وانا نايم بالليل. مضايقك الكلام ده؟ من حوالي 10 سنين. تعالي كده انا عايز اشوف مناخيرك فيها ايه. طبعا الناحيه دي عنده حاجز انفي معوج خالص في الناحيه الشمال. شوف الناحيه، طبعا الناحيه اليمين دي الى حد ما كويسه، شوف الناحيه الشمال طبعا حاجز معوج باين جدا في الناحيه الشمال. طبعا عنده حاجز انفي. طبعا لما عملنا له كمان طلع عنده لحميه كبيره جدا خلف الانف. هنعمل لك يا احمد ان شاء الله عمليه الحاجز الانفي، وهنعمل لك ونشيل لك اللحميه اللي خلف الانف، ونشوف ان شاء الله اخبارك ايه. ان شاء الله. نفسك في ايه بعد العمليه؟ نفسي الاقي نفسي تحسنت. في ايه اكتر حاجه؟ بالنسبه للصوت والرشح. بالصوت ان شاء الله. قول يا رب ان شاء الله. يا رب. تقوم ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله احسن بكتير يعني. الحمد لله. الله، ده انت مش احمد بتاع المره اللي فاتت. الصوت مش هو خالص. الحمد لله يعني، الفضل لله ثم ليك يا دكتور، يعني احسن بكتير من الاول خالص يعني. ربنا يكرمك. ايه اللي احسن بقى؟ قول لي. بالنسبه للنفس طبعا ارتاح خالص على الاول. كويس. السمع برضو بيجي افضل من الاول بكتير. تمام. احنا عملنا عمليه انابيب في الودان. انابيب. تمام. بالنسبه للشخير بالليل وانا نايم ما فيش خالص دلوقتي الحمد لله. هم اللي بيقولوا لك ولا انت اللي بقيت تحس؟ هم اللي بيقولوا لي، يعني انا بحس بنفسي برضو شويه. تمام.
لاقي نفسي الحمد لله احسن بكتير، في تحسن يعني. الصوت اخباره ايه؟ طمني. لا الحمد لله بقي احسن بكتير طبعا. انت كنت قلت لي 20 سنه، مرتاح. 20 سنه صوتك وتعبان. 20 سنه تعبان، تنفس والسمع والشخير. النفس عامل ايه؟ طمني، اهم حاجه عندي. النفس كان الاول يعني كان مكتوم خالص، والحروف كانت ضايعه عندي في الميم والنون. دلوقتي لا الحمد لله احسن بكتير طبعا. عرفوا صوتك يا احمد صحابك وبتاع بجد كده ولا يعني؟ بيقولوا لي لا صوتك اتغير شويه، الاول بقى احسن يعني، مفيش الكتمه اللي كنت فيها، لا صوتك مفروض عن الاول كتير يعني. الحمد لله. فالحمد لله يعني الناس لاحظت ده يعني عليا. انت راضي عن العمليه؟ الحمد لله طبعا. تمام. وريني مناخيرك بقى عشان نشوف الفرق كده بين المره. طبعا اهو الناحيه اللي كانت مسدوده بقت مفتوحه الحمد لله. الناحيه الثانيه زي ما انت برضه تمام زي بعض تقريبا، الاثنين نفس الكلام. عايز تقول اي حاجه يا احمد؟ الحمد لله طبعا يعني بحب اشكرك جامد. لا ربنا يعني يكرمك. انا اهم حاجه ان انت كويس. الحمد لله، بس يعني برضه من يكرش فضلك انت بعد ربنا سبحانه وتعالى. فضل ربنا اولا واخيرا. الحمد لله. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. شفتوا رأي احمد في العمليه كان شكله عامل ازاي؟ شفتوا صوته اتغير ازاي؟ شفتوا فرحته؟ شفتوا حالته النفسيه؟ شفتوا سمعه اتحسن قد ايه؟ عشان كده احنا دايما بنقول طرق الشخير كتير جدا، لكن من احدى الطرق بتاعت علاج الشخير زي ما حضراتكم شفتوا ان احنا عملنا غضاريف، عملنا حاجز انفي، عملنا سقف الحلق، وكمان عملنا شفط للميه اللي ورا الطبله. ودي كانت احدى طرق علاج الشخير، مع تمنياتي بالصحه والعافيه. دكتور هشام ابراهيم.